مساء الفل عليكم. وصفتنا النهاردة هي الجمبري، هعمله معاكم بثلاث أنواع مختلفة. من كيلو جمبري هعمل معاكم جمبري بشوربة، وطاجن جمبري بالصلصة في الفرن، وطاجن جمبري بالوايت صوص. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الجمال ده كله اتعمل ازاي. معايا أول حاجة كيلو جمبري، غسلته كويس جدا وقسمته على 3 علشان أعمل كل جزء بطريقة بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. انا بدات اقسمه في اطباق كده تمام قوي. اول طبق هعمله هو الجمبري اللي بشوربه. انا ما عملتش فيه اي حاجه غير ان انا غسلته كويس جدا بس. بدات افتح ظهر الجمبري بالشكل ده علشان اشيل الكيس الرملي. زي ما انتوا شايفين الموضوع سهل قوي. بفتح بالسكينه ظهره، وبطرف السكينه بشيل العرق الرملي، بيتشال معايا على طول. معاكم كذا واحده، وبعد كده هفصل الكاميرا واخلص كل الكميه وارجع لكم. انا كده خلصت كل الكميه وحطيتها في حله، ومعايا طماطمايه مقطعاها مكعبات، وفلفلايه متوسطه او 2 صغيرين، ومعايا كمان بصلايه متوسطه مقطعاها كده مكعبات برضو، ومعايا نص جزريه مبشوره. والبهارات اللي استخدمتها ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره ناشفه وبهار سمك، ومعلقه صغيره من الثوم المفروم، وزودت كوبايتين ميه وقلبت كله كويس جدا. وبعد كده رفعته على النار وغطيت لحد ما يغلي كويس جدا. هسيبه 10 دقايق وبعد كده يكون الجمبري معايا استوى. انا دلوقتي سايباه على النار، ودلوقتي بدأت اجهز الوصفة التانية، وهوريكم دلوقتي شكله بعد ما استوى برضو. دلوقتي انا بعمل طاجن الجمبري اللي بالوايت صوص. بدأت اقشر الجمبري بالشكل ده. طريقة تقشيره سهلة قوي. يا دوب انا بشيل الراس والديل، وباقي القشرة بتتفك معايا على طول. وبرضو بالسكينة فتحت ظهره وشلت العرق الرملي. لو وصلتي معايا لهنا ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناة لو اول مرة بتشوفيني على اليوتيوب، وفولو للبيج لو بتشوفيني على الفيسبوك او التيك توك. انا هنا كنت بخلص كل الكمية بنفس الطريقة. الموضوع سهل قوي، مفيهوش اي مشكلة. زي ما قلت لكم بتشيلوا الراس والديل، وباقي القشرة بتتفكي معاكي على طول. ولازم يا جماعة اشيل عرق الرمل اللي في الظهر. انا هنا كنت بوريكم الجمبري كان غلى كويس جدا. هديت عليه النار لمدة 10 دقايق بالظبط ويكون استوى. رفعت طاسة على النار فيها مكعب زبدة، ونزلت بالجمبري اللي انا لسه مقشراه معاكم، ونزلت عليه بمعلقه توم صغيره، والتوابل ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره ناشفه، واخر حاجه بهار سمك رشه من كل حاجه. شوحت كويس جدا الجمبري مع الثوم والتوابل. ريحته كانت رهيبه. كلنا عارفين ان الجمبري ما بياخدش وقت خالص في السوا، يعني من تشويحتين هيكون استوى. هشوحه كويس جدا وبعد كده اطلعه على طبق. ريحته كانت رهيبه يا جماعه. وفي الطاسة مكان الزبدة والثوم نزلت بمعلقة كبيرة دقيق، وبدأت أقلبها كويس جدا. كانت الزبدة هنا حسيتها قليلة بالنسبة للدقيق، زودت معلقة زبدة كمان وقلبت كويس جدا لحد ما الدقيق استوى بدأ ياخد لون بالشكل ده. نزلت عليه بكوباية كبيرة من اللبن، كان اللبن معايا بارد، وقلبت كويس جدا لحد ما الدقيق داب تماما. نزلت عليه بمعلقة كبيرة من القشطة. القشطة اللي انا استخدمتها هي قشطة بلدي من وش اللبن، ومعلقة صغيرة من الجبنة الكريمي، اي نوع جبنة كريمي عندك. واول ما الخليط تقل معايا نزلت بالجمبري وبدأت اقلب كويس. وهنا كنت بزود رشة كمون ورشة بهار سمك، وقلبتهم تاني ونقلتهم في طاجن عشان ادخله الفرن. واخر حاجة حطيت على وشه جبنة موتزاريلا. هو مش هياخد وقت خالص في الفرن. انا دخلته على درجة حرارة 200 على الشبكة رف اوسط، يدوب الجبنة تسيح اشغله الشواية هياخد لون جميل، وهوريهولكوا دلوقتي هيطلع عامل ازاي. هنا كنت بعمل طاجن الجمبري بالصلصة. رفعت الطاسة على النار فيها مكعب زبدة، واول ما الزبدة ساحت نزلت ببصلاية كنت مقطعاها جوليان وشوحتها، وبعد كده نزلت عليها بمعلقة صغيرة من الثوم المفروم وشوحتهم تاني كويس جدا. انا مش عايزاهم ياخدوا لون، يا دوب يتبالوا خفيف وابدا اشم ريحتهم. وكملت تشويح عادي جدا، وبعد كده نزلت عليهم بالجمبري. طبعا الجمبري زي ما وريتهولكوا انا كنت فاتحه ظهره وشايله العرق الرملي،
وبعد كده شوحت الجمبري مع البصل والثوم والفلفل الالوان كويس جدا، ونزلت بالتوابل، هي الملح والفلفل الاسود والكمون والكزبره الناشفه وبهار سمك، رشه من كل حاجه، وقلبت تاني كويس قوي. ونزلت عليهم بكوبايه كبيره من عصير الطماطم متصفيه من القشر والبذر. ودلوقتي الطماطم اللي عندي ما كانتش حمرا كفايه، فدعمت لونها بمعلقه صغيره من صلصه الطماطم. اخر حاجه زودتها هي نص كوبايه صغيره من الميه المغليه، وبعدين سبته يغلي كويس، وبعد كده نقلته في طاجن ودخلته الفرن على درجة حرارة من 200 ل 220 على الشبكة رف أوسط. هو مش بيجيب خالص في السوا، هو يدوب يتماسك شوية، ما يبقاش خفيف قوي، ويدوب على ربع ساعة تلت ساعة بالكتير هيطلع معاكي رهيب زي ما هتشوفوا دلوقتي. دلوقتي بدأت أغرف معاكم الجمبري. أنا دلوقتي بدأت أشيل الجمبري من الشوربة، وبدأت أصفي الشوربة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. قد ايه يا جماعة طعمها حلو قوي وريحتها رهيبة. كده خلاص، انا كده خلصت الجمبري والشوربه. طاجن الجمبري كمان اللي بالصوص الاحمر كان خرج من الفرن، ريحته وطعمه رهيب يا جماعه، انا متاكده ان هو هيعجبكم قوي. وطاجن الجمبري بالوايت صوص كان خرج هو كمان. بجد كان طعمهم التلاتة احلى من بعض. اتمنى وصفات النهارده تكون عجبتكم وتشاركوها مع كل اللي بتحبوا.